ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفة ان البيت دلوقتي عبارة عن ساحة معركة، كتب في كل حتة، شدة اعصاب، وانتي بتعيدي المعلومة 10 مرات وابنك بيبصلك كأنه اول مرة مثلا يسمع لغة عربية. الخوف مش من انك بتضيعي الوقت، الخوف ان احنا بنبذل مجهود جبار والنتيجة صفر تركيز. لو عايزة ابنك يقعد الساعة كلها ويخلص فيها اللي كان بيخلصه في يوم كامل ويبطل سرحان والنسيان، فالفيديو ده ليكي. هقولك على 3 أسرار علمية هتغير شكل المذاكرة في بيتكم من النهاردة. ورقة وقلم بقى ويلا بينا. أول غلطة بنقع فيها هي جملة إنك مش هتقوم من على المكتب غير لما تخلص مثلا الفصل ده. المخ البشري مش آلة. الحل إنك تستخدمي تقنية البومودورو، إن ابنك يذاكر 25 دقيقة بتركيز عالي وبعدها 5 دقايق بس بريك إجباري. الشرط المهم ان في ال5 دقايق دول ممنوع شاشات، ممنوع موبايل، ممنوع اكل تقيل، يقوم يتنطط يشرب مية او يغسل وشه. والنتيجة ان الحركة دي بتعمل ريفرش لمخه، بتخلي الساعة الواحدة بإنتاجية 4 ساعات متواصلة. هتحداكي ان هتعجبه الطريقة دي جدا. تاني حاجة، الولاد وقت الامتحانات بيعيش على السكريات والمواد الحافظة، وده اللي بيخلي مخهم بيهنج. الروشتة السريعة ان قبل ما يبدأ اديله 3 حبات تمر او معلقة مثلا عسل نحل، أو شربيه مية. الجفاف هو العدو الأول للتركيز. خلي جنبه دايما إزازة مية، كل ما يشرب كل ما الأكسجين يوصل للمخ أسرع وبالتالي يركز أسرع. نصيحة بقى للأم الذكية، بلاش الوجبات التقيلة اللي قبل المذاكرة مباشرة، لأن الدم كله بيروح للمعدة والمخ بينام. تالت حاجة، هل ابنك بيسرح وهو بيقرأ؟ ده لأن مخه في وضع استقبال بس. خليه بقى في وضع إرسال. إزاي؟ قوليله ذاكر الجزء ده في 10 دقايق وتعالى اشرحهولي كأنك المدرس بتاعي. ليه الطريقة دي؟ لما الطفل بيعرف ان هو هيشرح، مخ بيعمل اقصى مجهود عشان يربط المعلومات كلها ببعضها. دي اقوى طريقة عشان تثبتي المعلومات بنسبة 90%. رابع حاجة، الخوف دايما بيجي من المجهول. الطفل بيبقى خايف من شكل ورقة الامتحان ومن المراقب وان هو ينسى كل حاجة. فالحل انك تقعدي معاه وتطمنيه بالمنطق. قوليله الامتحان ده عبارة عن أسئلة من اللي احنا حليناها مع بعض في البيت، مفيش حاجة فضائية يعني هتيجي. وخليه يتخيل، خليه يغمض عينه ويتخيل نفسه قاعد في اللجنة ومع قلمه بيحل بهدوء. التخيل ده بيقلل رهبة الموقف الحقيقي لما يحصل. خامس حاجة، كتير من الولاد أول ما يستلموا الورقة بيحس إن المعلومات كلها في دماغهم طارت. ده توتر طبيعي جدا. علميه بقى يعمل ايه. قوليله اول ما تستلم الورقة ما تبصش على كل الاسئلة مرة واحدة، ده اللي هيوترك فعلا. ابدأ بالسهل الاول. اول ما يحل سؤال سهل المخ الاول بيفرز دوبامين، وده بيفتح مخازن الذاكرة كلها، وده اللي هيرجع له ثقته بنفسه. هيلاقي كل المعلومات الصعبة ابتدت تظهر لوحدها. سادس حاجة، ان اكبر ضغط على الطفل هو خوفه من خيبة امل اهله لو منجحش او ما جابش درجة عالية. فكلمة السر هنا ان قبل ما ينزل من البيت امسكي ايده قوليله انا بحبك علشان انت ابني مش علشان درجاتك. ادخل شوف اللي انت عرفته وجاوبه، واللي معرفتوش خلاص اي نتيجة انا راضية بيها لانك تعبت. انا مقدرة تعبك وشايفة ان انت تعبت فعلا. النتيجة ان الجملة دي بتشيل من على كتفه حمل ان هو عايز يرضي الناس اللي حواليه، بتخلي مخه يتفرغ تماما تماما للتفكير في الاسئلة وبس. كلمة أخيرة لكل أم بتسمعني، ابنك مش بمجموعه، وتوترك بيتنقل ليه وبيخليه ينسى أكتر. حضن واحد بس منك الصبح وكلمة أنا واثقة إنك عملت اللي عليك بتشيل من عليه حمل جبال وبتخليه يركز في الورقة بجد. انت بتعملي دور عظيم، استعيني بالله وهتعدي على خير. ولو عجبك الفيديو ابعتيه لكل أم مخنوقة دلوقتي في المذاكرة وخلينا نساعد بعض. وقوليلي في الكومنت ايه أكتر مادة ابنك بيسرح فيها وأنا هقولك طريقة سهلة لمذاكرتها. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة علشان فيديوهات الإنقاذ الجاية. باي باي.